السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مع مطبخ وصفاتي. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم ارخص والذ واسرع وصفه غنحضروها ان شاء الله بدون اختمار، كذلك غنحضروها بدون حليب ولا زبده، كتجي اكثر من رائعه لا في الشكل ولا في المذاق، وفي نفس الوقت غتهنيكم صداع الدراري. قبل ما ندوزو الوصفه ديال اليوم ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم باش تشجعوني، ولا كنتو كتزوروا القناه ديالي لاول مره مرحبا بكم في مطبخ وصفاتي، اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد. كما تعودنا ما ننساش الصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وطبخ عليكم مع المقادير وكيفيه التحضير. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنحتاجوها ان شاء الله هي حبه ديال الحامض اللي غنكهو بها الوصفه ديالنا. المهم بالنسبه للنكهات كيبقاو على حسب الذوق ديالكم، يمكن لكم تنكهوا بالحامض. بصراحه بالنسبه للحامض كيعطي واحد المذاق وواحد الطيبه اللي رائعه. كما يمكن لكم كيستخدموا حتى النكهه ديال البرتقال، يعني هكا واحد الحبه ديال البرتقال تحكوها في الحكاكه، النكهه ديال الفاني ولا هكا واحد الفلو ديال الكراميل اللي متوفر، وكذلك كيبقى على حسب الذوق. ولكن بالنسبه للحامض بصراحه كيجيبني بزاف، خصوصا بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم النكهه ديال الحامض. كنحكو هكايا في الحكاكه في الجهه الرقيقه، ومن بعد غنضيفوا عليه 3 ديال الحبات ديال البيض، يفضل يكونوا بدرجه حراره ديال المطبخ، يعني ما تخرجوهمش غير من الثلاجه وتخدموا بهم. يعني في اي وصفات البيض ما كيبغيش كيكون بارد بزاف ونخدموا به. كذلك غنضيف كاس ديال سكر حبيبات اللي هي 150 غرام. من الافضل كاع السكر اللي تخدموا به حتى هو ما يكونش حرش بزاف، يعني ما يكونوش داك الحبيبات ديالو كبار بزاف، باش هكا دغيا كيذوبوا معكم، يعني هكا ملي طربوهم دغيا كيندمجوا مع واحد القبيصه ديال الملح. وكنطربوها المكونات غير بالطراب اليدوي بالملعقه بالشوكات اللي متوفر كنخدموا به حتى كيندمجوا المكونات مزيان مع بعضهم. في نفس الوقت كما ذكرت لكم داك الحبيبات ديال السكر كيذوبوا شي شويه. وكنضيفوا عليهم كاس ديال زيت نباتي اللي هي 150 مليلتر. بنفس الطريقه كنرجعوا كنطربوا المكونات مزيان مع بعضهم حتى كيختفى معنا الزيت، لان كل مره كنضيفوا هكايا شي عنصر حتى كنخدموه مزيان. عاد كنضيفوا المكونات المتبقيه، وهنايا غنضيف 3 ملاعق كبيره ديال العسل، يعني العسل العاديه اللي كنديروا بها الشباكيه، ولا العسل ديال السكر اللي يمكن لكم بطبيعه الحال تعوضوها بالكوفيتير، يعني المربى ديال المشمش، غير هي استخدموا داك النوعيه اللي كتكون خفيفه، يعني ديال الحلوى ماشي ديال الاكل. بالنسبه للدور ديال العسل ولا ديال الكوفيتير فهو كيخليها البسكويت ديالكم كيجي رطب وكيجي هشيش اكثر، وملي كتحتفظوا به يعني ما كينشفش معكم ولا كيجي هكا يابس، يعني كيجي رطب. لهذا ضروري تستخدموا اما العسل ولا الكوفيتير كما ذكرت لكم، يعني كيبقى على حسب المتوفر. وكنطربوهم مزيان، وهكا الخليط ديالنا يكون صباح جاهز. دابا ان شاء الله غنبداو نضيفوه في الدقيق. في الاول كتضيفوا هكايا واحد 3 ديال الكؤوس 4 مع 2 ديال الاكياس ديال خميره الحلويات، كل كيس كيزين 8 غرام، في المجموع 16 غرام. يفضل تغربلوها لان بعض المرات كيكون فيها هكايا تكتلات. وغنبداو بالعجنه على بركه الله. بصراحه بالنسبه لهاد الوصفه هذه من اسرع الوصفات اللي يمكن لكم تحضروها، سواء الفطور ديال الصباح للكوتي في عشيه كما حبيتو، وفي نفس الوقت يعني حاجه هكايا حضرناها في البيت ديالنا، خصوصا الا كان عندكم هكايا وليدات صغار كتفرحوهم، وفي نفس الوقت كتعرفوا شنو كتاكلوا نتوما وليداتكم. يعني ما فيها باس هكايا مره يعني نحضروا هكايا وصفات في البيت ديالنا كيطيحوا اقتصاديا، وكما ذكرت لكم يعني صحيين نوعا ما احسن ملي كنشريوهم، لاننا كنعرفوا المكونات اللي فيهم. المهم هنا كنبداو نضيفوا الدقيق غير شويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون رطبه، وفي نفس الوقت ما كتبقاش تلتصق في اليد اللي كيكون ناشف. المهم بالنسبه للكميه ديال الدقيق فانا دخلت 7 ديال الكؤوس اللي هي 700 غرام. هذا كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي استخدمته، وكذلك الحجم ديال البيضه، لان البيضه الا كانت كبيره يعني غتدخل كميه ديال الدقيق اكثر من البيضه اللي كتكون صغيره. المهم يا احبائي بالنسبه للمقادير انا كنحاول هكا نقربكم شويه من الخليط وكنوريه لكم، يعني العين هي اللي كتحكم. اما بالنسبه للمكونات يعني دائما كيكون هكا الاختلاف، 2 ديال الملاعق زايدين ولا ناقصين. لاحظوا معي العجينه كنقيسوها هكا باليد اللي كيكون ناشف رطيبه، ولكن ما كتلتصقش في اليد اللي كيكون ناشف. هنا كنحيدوا هاد العجينه اللي كتكون في اليد اللي كنعجنوا به، لان كتكون مازال رخوه العجينه كتكون يعني لاصقه في اليد لانها عجينه ديال البيض. كنجمعوها، يمكن لكم كدهنوها بواحد شويه ديال زيت نباتي. لاحظوا معي عجينه رطيبه ورخوه. وهنا كندهنوا السطح ديال العمل مزيان بالزيت، كما يمكن لكم تستخدموا شي قطعه ديال البلاستيك. وكنبداو
نسرحوا في العجينه ديالنا بشكل اللي كيكون هكايا مربع ولا هكايا مستطيل، يعني باش يعطينا الخدمه. وهكا اما بالسكين ولا بالقطعه ديال البيتزا الا توفرتوا عليها، كتبداو هكا تقطعوا العجينه ديالكم في الاول اشرطه، ما يكونوش كبار بزاف، يعني تقريبا هكا واحد 5 سنتيم. ومن بعد كنقطعوها مربعات صغار بحال هالشكل هدايا. بصراحه بالنسبه لها الطريقه هذه فهي عمليه، يعني دغيا كتشكلوا هاد البسكويت ديالكم كما ذكرت لكم من اسرع الوصفات اللي يمكن لكم هكا تحضروهم حتى لاخر لحظه. في هذه المرحله هذه فانا غنحتاج هذا الطراب، يعني طراب عادي اللي كنطربوا به البيض. الا ما كنتوش متوفرين على هذه النوعيه هذه يمكن لكم تستخدموا الطراب ديال البلاستيك اللي كنطربوا به هكا باليد، هكا السكين، المهم اللي متوفر عندكم. ولكن بصراحه بالنسبه لهذا الطراب هذا كيعطينا واحد الشكل اللي مميز. كنجيبوا هكا الكاكاو وكنلبسوا هكا بالكاكاو بحال هالشكل، وكنحاولوا هكايا نوضعوا واحد الزخرفه في الوسط هذا المربع. لاحظوا معي بحال هالشكل كنضغطوا في الاول مزيان باش هكا كتثبت لنا داك الرشمه، وفي نفس الوقت كتعطينا داك الزخرفه ديال الكاكاو. وغنعاودها بحال هالشكل هدايا باش كنحصلوا هكا على واحد النجيمه. المهم بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الذوق ديالكم، يعني يمكن لكم هنايا تجيبوا هكايا غير شي غطاء هكايا ديال شي قنينه حتى هو كديروا هكايا في الكاكاو وكتبداو هكايا تزخرفوا به، يعني كيبقى على حسب المتوفر. غير هي كتحاولوا هكايا تعطيو واحد الزخرفه للبسكويت ديالكم. كما كنعرفوا يا احبائي العين كتاكل قبلها، كنحاولوا هكايا نزينوا الوصفه ديالنا واخا بسيطه، كنعطيها واحد الشكل كيكون مميز. وبنفس الطريقه هنايا كنوريكم السمك. بالنسبه للسمك ما ديروش السمك غليظ بزاف، لان هذا البسكويت هذا كيتضاعف الحجم ديالو، يعني كيزيد يغلط شويه في الفران، وحنا ما بغيناش يجينا خشين بزاف، يعني بغينا هكا السمك ديالو ما يجيش غليظ بزاف. وهكا غنستمر. من بعد ما كنكملوا كندخلوا البسكويت ديالنا للفران، كنحطوه في الجهه الفوقانيه بحيث كتكون النار من التحت. علاش؟ على اللي كتكون مهيله كنخليوه حتى كيطيب على خاطرو كيتحمر، وكنهبطوه يذهب. ما تغفلوش عليه لانه دغيا كيطيب. وهذا هو البسكويت ديالنا بعد ما خرجته من الفران. بصراحه كيجي قمه في الروعه. اما بالنسبه للمذاق كيجي اكثر من رائع، كتجي فيه داك النكهه ديال الحامض. بصراحه كيجي مميز. بسكويت خفيف سريع في التحضير ديالو، هكايا مع واحد الكويس داتاي ولا الكويس ديال القهوه، وفي نفس الوقت هكايا فطروا به وليداتكم في الصباح. كتعرفوا شنو كتاكلوا نتوما وليداتكم، يعني كما معروف بالنسبه للوليدات الصغار يعني كنضطروا ناخذوا لهم هكايا اشياء من الزنقه. لهذا ما فيها باس هكايا مره نحضروا هكايا بسكويت، يعني هكايا ساهل وسريع في التحضير ديالو في البيت، وفي نفس الوقت يعني كنعرفوا المكونات اللي فيه. ولهذا ننصحكم بهذا البسكويت هذا، يعني ما كتحتاجوا لا تشكلوه ولا تكوروه. بصراحه من اسهل الطرق اللي يمكن لكم هكايا تحضروا بها بسكويت لشرب الشاي او القهوه او هكايا لوليداتكم. المهم يا احبائي، الا كنتم مازالين كتشاهدوني حتى لهاد الدقيقه، شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، وصفه ثانيه. مع السلامه.